لو انا مثلا حد لسه بيبتدي وانا يا عم همشي عكس الناس، معظم الناس ههتم بالتسويق وههتم بالمحاسبه زي ما انتم قلت. انا لو معايا مثلا 10000 جنيه ودي مخصصها ميزانيه للتسويق، اصرفها فين؟ لا، هو انت لو مفكر انك انت ماشي عكس الناس فده غلط. هي الناس هي اللي ماشيه عكس انت اللي ماشي صح. لو معاك 10000 جنيه فعلا ودولت زياده عن احتياجاتك وزياده عن البيزنس اصلا، يعني هم في ايدك كده بره عن السيوله وبره عن كل حاجه، خد 30% منهم حطهم اعلانات مموله، خد 70% منهم استثمر في الكونتنت. كونتنت از كونتنت از كونتنت از كونتنت از كونتنت 5 مرات. يعني اشتري تليفون جديد كاميرته كويسه، اشتري اضاءه، اشتري ميكروفون. ف70% كونتنت، 30% اعلانات مموله، لان الافكار هي اللي بتنجح الممول، خلي بالك، وهي اللي بتنجح الفيديو الطبيعي الاورجانيك. فالافكار دي بتعتمد عليك انت، لكن اللي ناقص بقى في الافكار ان هي تترجم المعدات بتاعتك، شوية إضاءات وشوية ميكروفونات وشوية كاميرات كويسة، وجزء من المعدات هو الإعلانات اللي بتوصل رسالتك. فأنا أظن إن لما يكون معاك حاجتين أحسن لما يكون معاك حاجة واحدة. لما يكون معاك أفكار ومعدات أحسن ما يكون معاك إعلان ممول بس.